بص يعني عايز اقول لك يعني ثقافه الفوز هي ثقافه متاصله في النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما شايف نفسه ان هو رقم واحد، بس ده مش معناه ان النادي الاهلي بيقصي الاخرين، وان النادي الاهلي مش شايف غير نفسه، وان النادي الاهلي مش عارف ان هو بيلعب رياضه، والرياضه ديت مكسب وتعادل وخساره. تاريخيا النادي الاهلي كان بيتقبل التعادل والخساره، وكان بيموف اون عادي، وكان دي احد اسباب آه، التفوق الاهلي على الزمالك، ان هو مش بيهد المعبد بعد اي خساره او تعادل، وكان بيموف اون، وما كانش في حد بيدفع الثمن بعد اي خساره او تعادل. وكان في مدربين كتير كانوا بيخشوا في نفق مظلم مع النادي الاهلي، والاداره بتسيبهم من غير ما حد يدفع الثمن او حد يتبقلش او نهد المعبد، بيسيبوهم، وهم المدربين دول برضو بيطلعوا من الاهلي، او بيطلعوا بالاهلي من هذا النفق المظلم. دي احد اسباب تفوق الاهلي التاريخيه، ان هو مش بيهد المعبد بعد اي خساره او تعادل، مش ان هو لا يتقبل الخساره والتعادل. في ميس اندرستاندنج في النقطه ديت عند الناس اللي زايدوا بتصريحات بيتسو موسيماني عشان يبينوا قد ايه هم اهلاويه جامدين قوي. هم فاهمين الامور غلط، فاهمين تصريح بيتسو موسيماني غلط. فالنادي الاهلي احد اسباب تفوقه التاريخيه مش ان هو لا يتقبل الخساره والتعادل، لا، هو ان هو كان بيتقبل الخساره والتعادل من منطلق ان هو بيلعب رياضه، من منطلق ان هو بيلعب كوره، من منطلق ان في منافسين، من منطلق ان هو لا يحاسب بالقطعه، من منطلق ان هو بيدي ثقه للشخص الموجود دوت، ان هو كمل كمل، احنا واثقين فيك، احنا نادي كبير، جماهيرنا كبيره، كل الدعم كل الثقه. والراجل دوت بيطلع من كبوته، وبيطلع بالنادي الاهلي من كبوته، وامثله تاريخيه كتير. لو قلت لك هولمان، لو قلت لك مانويل جوزيه طبعا المدرب التاريخي للنادي الاهلي، لو قلت لك حتى لاسارتي في 2019 لما خسر من من صن داونز 5-0 والاهلي ما حاسبوش بالقطعه، وكمل يا لاسارتي كمل، انت لسه عندك الدوري، ويكمل الاهلي مع لاسارتي الدوري، ويجي من بعيد قوي من مؤخره الجدول عشان ياخد الدوري من الزمالك اللي متصدر 90% من وقت البطوله. راح فين بقى الاهلي ده؟ راح فين الاهلي بعد 2019 2020؟ مش عارف الفتره دي راح فين.